انا دلوقتي موجود في اصعب مطار في العالم. بعد ما وصلنا امريكا في الفيديو اللي فات كان لازم نتحرك حالا على ضباط الجوازات، ودي كانت مرحله مرعبه جدا لان معروف ان امريكا دايما ضباط الجوازات فيها بيدققوا في كل حاجه، ودي كانت المشكله. انا في مطار امريكا اخيرا ودخلت البلد وخلاص ورقي كله تمام وكل حاجه، وراح استلم الشنط. الحمد لله الدنيا مشيت سهله جدا وخلصت وخدت الشنط كمان كلها في 5 دقايق، ورحت عشان اكل عشان كنت جعان جدا. والمشكله الكبيره في الميه دي. احنا دلوقتي هنريفيو الميه دي تقريبا اغلى ميه جبتها في حياتي. ازازه الميه دي ب$6، فتعالوا بقى نشوف ايه، هل طعمها زي الميه اللي عندنا ولا لا. بسم الله. اقسم بالله طعمها ميه، مفيش حاجه جديده، مفيش حاجه غريبه. ازازه الميه طعمها ميه، مش عارف ليه ب$6 يعني. $6 يعني كام مصري؟ 300 جنيه. ازازه الميه دي ب$300 جنيه يا جدعان. ليه؟ اقسم بالله ليه ميه زمزم؟ اقسم بالله ميه زمزم ما هتبقى بالرقم ده. حاليا دلوقتي انا طلعت بره المطار، واحد دلوقتي رسميا اقدر اقول لكم اهلا بيكم في ارض الاحلام. احنا وصلنا امريكا. واول ما بدأنا نتحرك بقى على الطريق انا كنت مصدوم من اللي بشوفه، قد ايه الطبيعه حلوه والعربيات حلوه والناس حلوه والشوارع جميله. هي دي الشوارع اللي كنت بلعبها في GTA، هي دي حرفيا. وما تنسوش بقى تعملوا فولو حالا وتقولوا لي ايه التحديات اللي عايزين نعملها جوه امريكا الفتره الجايه.